الارتفاع هنا عندي متغير مستقل، متغير فهيغير. خد بالك ان الارتفاع بيتحكم في مين يا اولاد؟ بيتحكم في السرعه. فممكن حد يقول لي ان الارتفاع هو المتغير المستقل، وممكن حد تاني يقول لي ان السرعه هي المتغير الايه؟ المستقل، لان الارتفاع عندي هو اللي هيحدد مين؟ هو اللي هيحدد السرعه. كلام جميل جدا. طب نفس الكره، وليكن مثلا الكره ديت كتلتها 1 كيلو، ودي كتلتها 1 كيلو، نفس الكره دي هي الكره دي. لو انت حطيت الكرة على المستوى الاولاني، المستوى الاولاني الارتفاع بتاعه صغير، فالسرعة هتكون سرعة صغيرة. كلام جميل. فلما خبط الدلو والدلو اتحرك مسافة وليكن مثلا 10 سم. طب لما زودنا الارتفاع وحطينا الكرة اول ما نزلت وخبطت الدلو اتحرك وليكن مثلا 50 سم. انت عايز تقول لي يا مستر؟ انا عايز اقول لك ان بزيادة الارتفاع تزداد السرعة فتزداد طاقة الحركة. يبقى طاقة الحركة والسرعة علاقة طردية. طاقة الحركة بتحب مين يا ولاد؟ بتحب السرعة. يبقى طاقة الحركة بتحب مين؟ بتحب طبعا السرعة. يبقى العلاقة عندي علاقة ايه؟ علاقة طردية. كل ما السرعه تزيد كل ما طاقه الحركه هي كمان ما هتزيد. السرعه تقل طاقه الحركه هي كمان ايه؟ تقل. اذا يا ولاد طاقه الحركه بتتوقف على عاملين. العامل الاولاني بالنسبه لي هو الكتله. بزياده الكتله تزداد طاقه الحركه، علاقه طرديه. العامل الثاني بالنسبه لي هو السرعه. بزياده السرعه تزداد طاقه الايه؟ تزداد طاقه الحركه. يبقى علاقه ايه يا ولاد؟ يبقى علاقه طرديه.